السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الحربي، برحب بيكم النهاردة إن شاء الله. بنعرض كل الإصدارات للجنيه المصري من أول ما طبع جنيه ورق مصري. أول جنيه هو جنيه الجمالين. تمام، ده طبعا أندر جنيه أو يعتبر من أندر عملة مصرية على الإطلاق. تمام. اغلب اللي الناس بتعرضه بيبقى حاجات كوبي، وبيبقى حاطين يعني بيتكلموا لا انت ازاي عرفت ومش ازاي عرفت، احنا بنعرف من خلال الصورة من الالوان يعني. تمام. ده اول جنيه طبع لمصر. تاني جنيه هيكون جنيه المعبد، احنا يعني على رسمة المعبد اللي عليه. ده تاني جنيه طبع. الحالات بتاعته يعني ده متداول موجود، مش قليل زي جنيه الجمالين. جنيه الجمالين طبعا نادر جدا، لكن جنيه المعبد موجود. يعني مثلا ممكن في منه ب2000 جنيه لو حالته سيئة، يصل لحد 50,000 لو الحالة عالية، يعني لو الحالة أنصر مثلا يعني. تمام. ده اسمه جنيه المعبد، وهو تاني جنيه الطبع لمصر. هو في العصر بتاعه في عهد حسين كامل او ما قبل حسين كامل. كل العملات الورق في العصر ده اكيد سعرها عالي جدا. يعني اي عملات ورق في عصر 1917 وما قبله اكيد سعرها غالي جدا. لكن بالنسبه للمعادن، المعادن تشق منها كميات كتيره، حتى ريال سلطان حسين مش غالي. تمام. بعد كده جنيه الجمل، ده في عصر السلطان فؤاد. سلطان وبعد كده ملك. فؤاد برضو هو في نفس عصره. يعني ده مثلا هنقول تالت جنيه هو. يعني ندرته طبعا جنيه المعبد أندر منه شوية، جنيه الجمالين أندر منه كتير خالص. لكن هو ندرته يعني يعتبر التالت يعني بالنسبة للجنيهات، برضو بحسب التسلسل بتاعه. الحالة بتاعته برضه هو نفس قصة جنيه المعبد. يعني ممكن حالات برضه فيه ب2000 وب3000 جنيه، بيصل ل50,000 لو الحالة أنصر. اللي هو بطبعة البنك يعني. تمام. هو ده تاني جنيه، ده تالت جنيه طبع لمصر في عهد سلطان فؤاد. في منه هو كل إصداراته بنفس الشكل. هو في نفس عهد ريال سلطان فؤاد، اللي هو بيعتبر برضه من أندر النوادر اللي بيجي مع جنيه الجمالين في نفس المرحلة بتاعته. ده نفس عهد الإصدار. سلطان فؤاد قعد حوالي 6 شهور آه، كسلطان يعني، وبعد كده غيرها إلى مملكة. وده عام 24. لكن هو ريال السلطان فؤاد بيبقى سنة 1920. يعني هو نفس العصر تقريبا. آه، السعر زي ما قلنا، الحالة هي اللي بتفرق في الأسعار، هي الحالة هي اللي بتقول دايما سعر القطعة ايه. ده اللي بيتحدد يعني. تمام. بعد منه بيجي جنيه الفلاح. تمام. او جنيه ادريس زي ما تسمى، او الفلاح زي ما الناس بتقول. هو ده الجنيه الرابع في عصر فؤاد برضو. وقصة الفلاح قلناها قبل كده، انه اللي اتحط صورته على الجنيه بسبب ان هو اللي قال للسلطان نبئه بان هو هيبقى سلطان لمصر. فكان وعده انه لو حصل يعني حلم له، شافه في رؤيا فوعده انه لو حصل هيخليه يلف العالم. وبعد لما مسك فهيلف العالم بايه؟ الجنيه المصري كان قوي جدا على مستوى العالم، فحط صورته على الجنيه وبالفعل لف العالم بالجنيه المصري. وطبعا الجنيه المصري وقتها كان يعني ملاذ اي حد. تمام. يجي بعد منه جنيه احنا بنسميه مسمى ليه الجنيه الانجليزي. ده في عصر الملك فاروق. الجنيه الانجليزي ده يعني مشهور عنه جدا ان وقته كان جنيه المصري بمقدار جنيه ذهب وحتة بقرشين. يعني جنيه ذهب اللي هو بمعدل دلوقتي 13 14 ألف جنيه وحتة بقرشين، ده عهده كان كده. لكن هو سعره للأسف مش غالي، لأن هو الجنيه ده اتسق منه كمية كتيرة جدا، فبناء عليه هو مش غالي للأسف. يعني مش الحاجة المطلوبة. بعد منه الجنيه بقى، حط الملك فاروق حط صورته على الجنيه.
آم، جنيه شكله جميل أنيق، حاجة جميلة. يعني مثلا بيتراوح سعره، لو عايزين نحط سعر، بيتراوح سعره ما بين مثلا 200 جنيه لحد 1000 جنيه حسب الحالة. تمام بقى. جنيه فاروق حلو. لو الحالة أنصر ممكن برضو تعدي على 1000 جنيه، 2000، 2500 لو الحالة أنصر يعني. بالنسبة لجنيه فاروق. بعد بقى جنيه فاروق بيجي لنا الجنيهات البنك الأهلي اللي هو جنيه توت. جنيه توت للبنك لسه بطباعة البنك الأهلي. ده بيبدأ من سنة 52 لحد سنة 60. برضو ده في الهادي مش غالي. إلا إذا كانت بواكي منه بتبقى حلوة طبعا، لكن هو في الطبيعي مثلا ب30 50 لحد 100. ممكن يزيد برضو لو الحالة حلوة. ده الجنيه. هنقول كده احنا عدينا جمالين كده السادس تقريبا. وده الجنيه الأخضر، نسميه الجنيه الأخضر. جنيه البنك المركزي، أول طباعة ليه سنة 60. عدى لحد السبعينات، يعني عدى السبعينات كمان. ده اسمه الجنيه الأخضر البنك المركزي. ده سعره مش غالي، أقصى سعر ليه مثلا 50 جنيه لو الحالة بحالة البنك. بعد كده بيجي لنا الجنيه البني، وده آخر جنيه. وهو حتى الجنيه اللي شغال دلوقتي نفس الشكل بس على أصغر شوية. يعني هو حجمه قل شوية عن اللي هو الجنيه. وده آخر جنيه طبعا. بعد وخلاص هي طباعة الجنيهات، حتى بقية الجنيه مكمل برضو على نفس الطباعة. ده برضو سعره من 10 ل50 جنيه لو بحالة البنك مش غالي. تمام. نورتونا وشرفتونا، وإن شاء الله هتلاقوا معانا كل جديد بإذن الله.